بتدور أحداث مسلسلنا في الماضي وقت ما كانت لسه كوريا بتحكمها الملكية والمؤامرات. بيحكي ملخصنا عن بنت شاطرة جدا في إنها تجيب لأي حد مصايب خصوصا لنفسها، وبسبب أخوها بتقع في دين كبير مش بتكون عارفة تسدده إزاي، لكنها بتلاقي طريقة بس بتوقعها في مصايب كتيرة. وبيقع في حبها أمير القرية اللي ما تعرفش إنه أمير، لكنها كانت بتحب شخص تاني بيحتقرها ومش بيفكر فيها. يا ترى هتكمل مع اللي بيحبها ولا واحدة فقيرة زيها مش هيكون لها مستقبل مع الأمير؟ هنشوف لما نبدأ الملخص ده سوا. يلا بينا. بيبدأ ملخصنا مع مجموعة من مهربين المشروب في النهر، وبتشوف واحد اسمه شيم بيشتري المشروب من الأعور، وكان مبسوط جدا لأنه قدر يدخل المشروب بعد الحظر الطويل ليه. وعشان نعرف سبب الحظر ايه هنكمل سوا شوية صغيرين. المهم بيسلم الأعور المشروب للشيم، ومن بعدها محدش بيعرف حصل ايه، بس انتوا عشان متابعينا الجامدين اللي بيعملوا لايك للفيديو هقول لكم بعدين. تاني يوم الصبح بنشوف بنت اسمها روسو في الغابة، كانت بتقطع الأشجار وبتحولها لخشب، بعدها بتشيله على ظهرها للمدينة عشان تبيعه. بنعرف انها كانت من الطبقة النبيلة زمان، لكن حصلت حاجة بسببها عيلتها فلست، وفضلت هي واخوها من العيلة بس وبقوا مسؤولين عن نفسهم. عشان كده روسو بتشتغل ليل مع نهار اي حاجة، لدرجة انها قبلت تدور لخادمة على خاتمها في الطين مقابل مبلغ 20 يوان. كان وقتها مبلغ كبير فعلا. بتقدر تلاقيه وبتاخد الفلوس من الخادمة، بعدها بتروح للنهر تغسل لبسها وترتاح شوية. بنروح للمينا وبنشوف شاب اسمه يونغ واصل مع الخادم بتاعه وهو شوان اللي بيحذروا ان القرية دي كلها حرامية. بنعرف ان يونغ جاي عشان اختبارات القصر والتعيين فيه، لانه نجح يكون مفتش شرطة وباقي اخر اختبار في القصر. بينزل هو وشوان من المركب، لكنه بيتعرضوا للسرقة وبيقدروا انهم يمسكوا الحرامية ويرجعوا فلوسهم. بنرجع للسوق وبنشوف راسو بتبيع الرز، لكن بلطجي اسمه ماك بيضايقها وبيسرق فلوسها، فهي بتتخانق معاه علشان ترجع الفلوس وبتقوم خناقة بينهم. بيكون يونغ وقتها معدي وبيسمع اللي حصل وبيستغرب ان القرية كلها حرامية فعلا. المهم بيدخل الخناقة وبيحاول يفض بينهم، لكن راسو مش بتخلي لماك، بتضربه وبتقطع له شعره. ويونغ مش بيكون مصدق ان في بنت بتتعامل زيها كده وبتقدر انها ترجع فلوسها، لكن ماك بيتوعدها انه هينتقم منها. بعدها بتروح لصاحبتها جيم اللي كانت خادمتها زمان وحاليا بتشتغل ممرضة. بنعرف ان جيم بتساعد يونغ انها تشتغل وتصرف على نفسها، لكنها كانت معترضة على عنفها مع الناس، لان اكيد في يوم هتتعرض للضرب ومحدش هيلحقها. كل ده عشان تصرف على اخوها سونغ. بترجع روسو البيت بعد يوم شغل طويل وبتشوف اخوها بيذاكر الاختبار بكرة اللي هيتم في القصر. اما عند يونغ كان بيذاكر هو كمان، بس روسو ما راحتش من باله وكان مستغرب ازاي في ستات بالعنف ده. تاني يوم في القصر كل الطلبة كانوا متواجدين للاختبار، واللي بيختبرهم هو السكرتير الملكي ليشي. بيبدأ الكل الاختبار وبيستنوا النتيجة اخر النهار. بعد الاختبار بيقابل سونغ اخو روسو شخص، واللي بيقول له انه عنده حد يبيع له امتحان بكرة، وبياخده الحانة وبيخليه يلعب على انه ياخد الامتحان. بالليل كانت نتيجة الامتحان ظهرت وراحت للملك، واللي اخد اول 3 مراكز كانوا احفاد شيوخ المجلس الملكي، يعني من الاخر وسط. اما الرابع كان ليونغ اللي كان قاعد زعلان لانه من عيلة بسيطة، ولو كان من عيلة غنية كان زمانه طلع الاول. تاني يوم كل الطلبة بتروح القصر وبيقدم لهم ليشي مشروب بمناسبة نجاحهم. الكل بيبدأ يشرب الا يونغ اللي بيحس ان في حاجة غلط، لان الامتحان اصلا كان عن طريقة جديدة لحظر المشروب، فازاي الملك بيهديهم مشروب وهو حظره اصلا؟ عشان كده بيرفض يشرب وبيسألوا ليشي عن السبب وان دي مخالفة لأوامر الملك، بس هو بيقول له انه حاسس ان الاختبار لسه ما خلصش وبيشرح له وجهة نظره. فعلا بيطلع تخمين يونغ صح، وهو الوحيد اللي بينجح وبيتولى منصب المفتش في القصر الملكي. بنعرف ان دي كانت خطة من الملك وليشي عشان ينجحوا اللي يستحق بس، ويبعدوا احفاد المجلس عن القصر واللي عايزين يتدخلوا في شؤون الملك بالفساد. نجح ليشي في خطته وتعين يونغ مفتش خمور. في القطر بنشوف جون ولي العهد وهو بيتدرب على الرماية، بتروح لوالدته تشوفه بس الظاهر انه مش بيحبها، وهنعرف ليه كمان شوية. بعدها بيرجع جون للأوضة وبيطلب من خادمه شونغ يخرجه زي كل يوم، وطبعا بيخرج متخفي عشان محدش يعرفه لان الخروج ليه ممنوع اصلا. نروح لبيت سونغ واللي بيرجع لاخته بخيبته، لانه بدل ما بيشتري الامتحان بيرجع مديون لواحد لماك. وراسو بتقرر تاخد سند الدين وتروح لماك، وبتعرف مكانه وبتشوفه وهو بيضرب شخص، بس ما كانتش تعرف انه نفس الشخص اللي ضربته قبل كده. فقبل ما بيشوفها بتهرب بسرعة، لكنها بتشوف ورايح مكان وبتمشي وراه. بيخبط على بابه وبيقول كلمة السر وبيدخل. بتروح هي تعمل زيه وبتكتشف انه بار في السر. بتلاقي مشروب كتير، وطبعا لو اتمسكوا يومهم مش محدي. بتشوف ماك وهو بينقل فلوس المشروب وبتطمع تاخد منهم شوية، فبتقعد تشرب في المكان، بس بتلاقي تمن المشروب غالي. بترفض تاخده، بس بيظهر الامير يونغ وبيشتري لها المشروب. طبعا محدش يعرف شكل الامير اصلا، عشان كده بيتحرك عادي وهو قاعد معاها. بيسمع 2 على الترابيزة اللي ورا وهم بيتكلموا على والدته وبيتهموها بقتل الامير سان اخو جون الاكبر، واللي كان من الملك اللي اتقتلت برضه. وبنعرف ان جون ابن محظية الملك، يعني غير شرعي، وممكن لو الملك خلف من مراته الجديدة ولد يكون ابنها الشرعي هو ولي العهد.
وجون يطير، عشان كده بيكره امه وما صدق انها قتلت اخوه لانه كان بيحبه جدا وحنين عليه، وهي حرمته منه. من عصبيته بيقوم يضربهم، بس بعدها الشرطه بتهجم على المكان، الكل بيهرب وعصابه ماك كمان بعد ما اخدوا الفلوس، بس بيسيبوه شويه وراسه بتقدر تاخدهم. الكل بدا يهرب والشرطه وراهم. في الوقت ده كان سوان بيزف يونج على حصان عشان طلع الاول، بس جون بيسرق حصانه وبيهرب بيه، وبيقع يونج على راسه اللي بيفكر انها مع جون، واتفقوا على سرقه حصانه، وبيحلف يونج انه لو شاف جون تاني هيقطعه. بترجع راسه بيتها بعد ما خسرت الفلوس وبتلاقيه متبهدل، وبتعرف ان ماك بدا يهدد اخوها بالقتل لو ما دفعش المبلغ. بتنهار راسه ومش بتكون عارفه تعمل ايه. عند الملك بيعرف ان ابنه خرج من وراه وشرب كمان، وبيقترح عليه ليشي انه يحرم المشروب تماما بدل الحظر عشان الناس تخاف اكتر من المشروب. والسبب اللي خلى الملك يحظر المشروب هو كالاتي: المشروب بيتصنع من الرز الابيض المتخمر وبيحتاج كميات ضخمه لعمله، وطبعا ده بيقلل الرز في الدوله واللي هيؤدي لمجاعه، وعشان الملك يمنع نقص الرز حرم المشروب في الدوله. نرجع لراسو اللي كانت بتفتكر ذكرياتها مع باباها وهو بيعلمها تصنيع المشروب، وبتقرر تقوم تعمل جرة مشروب عشان تبيعها وتسدد دين اخوها، وما كانتش دريانه بالقوانين الجديده في البلد واللي حرمت المشروب، واللي هيصنعه ملوش غير الاعدام. تاني يوم بنشوف يونج عند بيت راسو لانه هيأجر الاوضه الخارجيه اللي حاطه فيها المشروب بالمناسبه لانها ارخص من اي مكان تاني عشان فلوسه قربت تخلص. لما بتعرف راسو من اخوها الخبر بتخاف وبتجري على البيت تلحق يونج قبل ما يفتح الاوضه، وبتقدر فعلا انها توقفه قبل ما يفتحها. بنشوف يونج قاعد في الاوضه بعد ما راسو نظفتها، وبيفتكر وصيه باباه ليه انه يبعد عن الطبقه الفقيره عشان خاطر يحافظ على وظيفته. بيكون متضايق لانه مش حابب يقعد عند راسو لانها هتبدل اخلاقه، ويونج مثال الموظف المثالي. بنشوف راسو بتحضر الفطار ليهم وبتقعد معاهم، لكن يونج بيعترض لان الستات مش بتقعد مع الرجاله على الاكل، بس هي بتقول له لو عجبك خليك قاعد جعان، فبيضطر انه يقعد ياكل عشان يخلص. بعد الاكل بيغير لبسه عشان يروح الشغل، وبتتصدم راسو لما بتعرف انه مفتش مشروب، يعني الشرطي في بيت الحرامي هيحصل ايه؟ تابعوا معانا. بعد ما بيمشي بتدخل راسو الاوضه وبتحاول تخبي المشروب باي شكل. اما يونج بيوصل القصر وبيتعرف على الامير، وبيتصدم انه جون مش بيقدر ينطق بعد اللي عمله فيه امبارح، لكن جون مش ناوي يقعده في منصبه يوم واحد. نرجع لراسو اللي استدعت جيم وعرفتها انها صنعت مشروب واقترحت عليها يبيعوه ويقسموا فلوسه بالنص، ورغم خوف جيم الا ان الفلوس اغرتها. نرجع ليونج اللي راح يحيي ليشي بعد استلامه العمل، وبيتمنى له ليشي انه يكون زيه ويحافظ على النظام مهما كان هيعادي مين من الدوله لو الملك نفسه. بالليل بنشوف راسو وهي بتبيع المشروب مع جيم. كان وقتها يونج في البيت بيحاول يسخن ميه، بس كان هيكتشف المشروب واللي عارف ريحته كويس، لكن راسو بتلحقه في اخر لحظه وبتنقذ نفسها. نروح لشيم وهو بيعذب الاعور لانه بيبيع الخمور في منطقته، وبنعرف ان شيم مسيطر على بيع المشروب في القريه وبيقتل اي حد يحاول يبيعه غيره، وماك شغال لحسابه. بيخلص شيم على الاعور وبيرميه في النهر. اما راسو بنشوفها في الغابه بتخبي المشروب عشان يونج ما يكشفهاش. عند الامير جون قابل كبير المفتشين كيم ووصاه انه يتخلص من يونج مقابل ترقيته. نرجع لراسو اللي راحت مع جيم يبيعوا المشروب لصيدلي اللي فتح الصيدليه صوره طبعا لبيع المشروب، ولما بيدوق مشروبها بيطلب منها تجيب له كميات اكبر. عند يونج كان كيم بيجبره يشرب عشان ينضم ليهم، لكنه بيرفض لان دي خيانه للملك، ولانه بيرفض بيعلقوا كيم في شجره في الغابه وبيسيبه لوحده. ولحسن حظه كانت راسو هناك بتنقل المشروب وفكته واخدته وروحوا البيت. تاني يوم بيرجع الشغل، لكن كيم مش بيرضى يوزعه على منطقته الا لما يشرب زي ما طلب منه، لكن يونج بيرفض برضه، فبيديله تحدي جديد وبيقول له لو مسك 5 من تجار المشروب هيقبل بيه في الفريق. فبيروح يونج للاسم وهو بيفكر هيعملها ازاي، وبيطلب مساعد العسكري هوانج. في الصيدليه كان شيم مستني راسو اللي جايه بالمشروب لان الصيدلي بلغ عنهم طبعا لشيم. وقتها كانت راسو في طريقها لهناك، لكن شافت الشرطه بتفتش السوق فهربت بسرعه، لكنها خبطت في بنت نبيله كانت بتسرق مشبك شعر واتهمتها صاحبه المحل ان هي اللي سرقته، لكن راسو قالت ان مش هي اللي عملت كده. الاتنين حلوا الموضوع ودي، بس كل واحده منهم عرفت التانيه مخبيه ايه. نرجع ليونج اللي بيعرف اخر الاخبار من شوان اللي شغاله جاسوس، واللي قدر يعرف ان في صيدلي في القريه بيبيع المشروب على انه علاج. هجم على المكان، ولحسن حظ راسو ما كانتش لسه وصلت، بس الشيم هرب من المكان قبل ما يقبضوا عليه. رجع يونج الاسم وسجل اول واحد ليه. بنروح للبنت اللي سرقت في السوق وهي هانا، وبنعرف انها بنت وزير الحرب ومتضايقه لانها مش بتقدر تخرج من البيت، لدرجه ان باباها بيجيب لها صور للاماكن اللي نفسها تروحها وخلاص. تاني يوم يونج كان بياكل مع روسو والباقيين وبيحكي عن بطولاته في القبض على الصيدلي الغشاش، بس روسو كانت متضايقه منه وخايفه يكشفها وبتحاول تضايقه عشان يمشي من المكان. بس روسو بتجيلها فكره لبيع المشروب، وهي انها تصنع عربيه متنقله لبيع المشروب، وبتعملها فعلا بمساعده جيم اللي جراها معاها في كل مصيبه. بيبداوا تاني يوم ببيع المشروب وبيحطوا خطه للهروب لو اتقبض عليهم. عند جون كان بيحلم باليوم اللي اخوه اتقتل فيه، وبيصحى مفزوع من النوم وبيطلب من الخادم يخرجه يشرب، لكن الخادم بيرفض، فبيخرج هو لوحده من وراه.
عند يونج وصل له خبر الحانة المتنقلة وقدر انه يقبض عليها. اما روسو كان شغلها ماشي تمام والبيع مستمر لحد ما اعترضها رجالة شيم عشان بتبيع المشروب، لكن وصل جون في اخر لحظة انقذها منهم وطلب منها تبيع له المشروب مقابل اللؤلؤ. بيوصل يونج متأخر للمكان بس بيعرف ان الحانة كانت هنا. بنشوف روسو قاعد مع الامير وبيشربوا وبيعزمهم على المشروب على حسابهم كمان، بس طبعا ما قالش انه الامير وعرفهم انه تاجر. بترجع روسو بعد فترة للبيت وبتتفاجئ ان يونج لسه صاحي، واللي بيسألها كانت فين الوقت المتأخر ده. بينصحها انها ما تتأخرش بره لان الجو خطر، وهي بتحمد ربنا انه مشكش فيها. بنشوف يونج بعدها بيقبض على اكتر من بائع شراب، وفي واحدة اسمها اونا بنشوفها بتجهز مخزنها للمشروب. بنعرف انها شغالة مع شيم وعرفته بموضوع الحانة المتنقلة وانه لازم يخلص منها بسرعة لان الكل بيشكر في نوع مشروبها. تاني يوم بيروح شيم لقائد الشرطة وبيطلب منه يقبض على صاحب الحانة. بنعرف ان شيم راشق قائد الشرطة عشان يقدر يبيع براحته في القرية، وطلع القائد فعلا حملة للقبض على صاحب الحانة. بيزعل يونج لان مش باقيله غير واحد بس وينفذ شرط كام. عند روسو بتجهز هي وجيم للخروج من الحانة وما يعرفوش ان الشرطة مالية القرية. لا وكمان يونج قرر يخرج بفريقه هو كمان، والشاطر اللي يلحق يقبض عليها بقى. بتخرج روسو وبتستغرب من هدوء القرية، بس بعدها بتتفاجئ برجالة ماك بيطاردوها وبتقابلهم الشرطة من الناحية التانية. مش كده وبس، ده حظها كان عسل خالص لان فريق التفتيش بقيادة يونج هو كمان كان وراها، وبعد جري وفرهدة وقعت في ايد يونج اللي كان لسه هيكشف وشها وركز في عينها جدا وحس انه يعرفها. وقبل ما يشيل الشال من على وشها رجالته وصلت اللي شتته انتباهه، ووقتها روسو قدرت تهرب تاني، بس هو كمل وراها للاخر لحد ما مسك كيس الفلوس اللي كانت على ظهرها. من حظها الوحش انها اتقطعت وضاعت كل الفلوس اللي جمعتها. اما يونج فوقع على كنز وهو مخزن خمور شيم اللي كان تحت الارض ومحدش يعرف مكانه. بنشوف يونج وفريقه الصبح وهم بيرموا كل الخمور. كانت روسو بتتابع من بعيد وهي زعلانه وبتتفق مع جيم انهم لازم يطردوه من البيت فورا. اما شيم لما بيعرف باللي حصل بيتعصب وبيطلع غضبه في ماك وبيضربه لانه بدل ما يقضي على الحانه قضى عليه هو. اما يونج فبيرقوه لمجهوده الكبير، ولما الامير بيعرف بيتعصب على كام لانه طلب منه يتخلص منه مش يديله شغل يرقيه، وبيأمره يشوف له مصيبه تانية يتخلص بيها منه. اما في بيت روسو كانت واقفه من ورا الباب تراقبه وتعرف لو ناوي على ايه لسه ليها. وقت الغدا بتبعد اكله عن اكلهم، ولما بيسأل ليه بتقول له لانك مش بتحب تاكل مع الستات، وبما انك الوحيد اللي معترض عليا يبقى تاكل لوحدك. بيتضايق يونج من طريقتها لكنه بيفضل يبعد عنها. بعد شويه بيوصل عندهم ماك وبيهدد بات لسونج، ولما روسو بتدافع عن اخوها بيقول لها انه هياخدها عبده مقابل الدين. بيقول لها كمان ان حياته اتبهدلت من وقت ما قابلها وقطعت شعره. بيطلع صك عبوديه وبيديه لسونج عشان يمضي عليه بانه هيبيع اخته ليه عشان تكون من العبيد. ويونج بيقوم فجاه والكل بيفكر انه هيعمل حاجه بس بيدخل جوه وبيسيبهم. وبتزعل روسو اللي بتدافع عن نفسها قدام ماك واخوها بيحاول يحميها عشان ما ياخدهاش ماك، الا ان يونج بيرجع وفي ايده قوسه وسهمه. بيسلمهم لروسو وبيعلمها ازاي تضرب على ماك. بيقولها وفقا للقانون لو قتلتيه فمش هتاخدي فيه ساعه لانه هيكون دفاع عن النفس. بتبدا روسو تنفذ كلامه، كانت خلاص هتقتله الا انه ماك هرب وخاف لا تقتله بجد. اما يونج بعدها بيهديها وبياخد منها القوس. بالليل بقى كانت روسو بدات تعجب بيونج وفضلت متنحه له وهو مستغرب هي بتبص ليه عشان تكسر الحرج. بتشكره على اللي عمله معاها وبتقول له كمان انه مش لازم يشوف مكان تاني ولا حاجه، شكل كده الاتنين هيتصالحوا. تظن انه ممكن يحصل؟ طب تابعوا يلا عشان تعرفوا هيحصل ايه. بعدها روسو بتروح تقابل جيم، بتعرفها انها مش هتطرد يونج، فجيم بتقول لها شكلك حبتيه وخلي بالك من نفسك. طبعا روسو بتنكر وبتقول لها خلينا في شغلنا، وبتحط خطه جديده للبيع. عند يونج كان بيقدم تقريره الكام عن مخزن الخمور واللي بيقطعه كل لما بياخده، ولما هوانج بيجيب رسم للشخص اللي كان مع روسو وهو الامير طبعا لما كان بيشوفوه بياكله. بيستغرب يونج من اللي عمله وبيحاول انه يطلع بس كان بيكون بهدله خالص. في السوق بنعرف ان في عيد عندهم والكل بيصنع الفوانيس للاحتفال. اما روسو وجيم كانوا بيتفقوا انهم يبيعوا للاغنياء، بس كانوا واقفين جنب محل ملابس بتشتري منه اونا، واللي سمعته قررت بطريقتها تعرفهم انها غنيه عشان تجرهم لعندها ويبيعوا لها المشروب. فعلا السمكه بتبلع الطعم وبيعرفوا هي مين وانها غنيه. عند يونج كان بيحاول يجمع الصوره بس بلا فايده. بعدها بيجي لهم خبر ان صاحب مخزن الخمور سلم نفسه، ولما يونج بيروح يشوفه بيعرف ان في حاجه وانه مش المجرم الحقيقي، وبيقرر يرجع للمخزن يحقق شويه يمكن يوصل لدليل. في الوقت ده كان في شخص بيهرب في الغابه بيرمي على يونج سهم يكعبله وبيقدر يشوف وشه، بس بيعرف انه من قريه جنبهم وهي كوانج. بيستغرب اللي جابه هنا لكن الشاب بيهرب منه قبل ما يعرف حكايته. تاني يوم بيقدر يونج انه يحصل على رسم ليه. في القصر بتعرف والده الامير جون ان الملكه الصغيره حامل، وطبعا كانت متضايقه جدا وبتدبر لها في مصيبه. بتعرف ابنها باللي حصل وبيسالها لو ناويه تقتله زي سان. بتزعل منه الام لانه مش مقدر اللي بتعمله علشانه، وكمان بيسمع اشاعات عنها وبيصدقها وبتقعد تعيط. لما ليشي بيشوفها بتعيط وزعلانه بيقول لها تلم الدور والا هيطردها من القصر لانها مجرد محظيه للملك. نروح لروسو اللي قابلت يونج ووراها صوره الشخص اللي رسمه. سالها لو شافته قبل كده لكنه بتقول له ما تعرفوش، وبترجع البيت تصنع الفوانيس للاحتفال
وبتصنع واحد ليونج، وده معناه انها بتتمنى له حياة سعيدة وبتحبه. بالليل بيكون الكل في الاحتفال بما فيهم يونج وهوانج وكمان الامير وخادمه. عند يونج كان بيحاول هوانج يقنعه يلاقي له بنت حلوه ويقع في حبها ويقضي معاها اليوم. بيقابله بعدها الامير واللي بيتخانق مع يونج عشان يقدر يهرب من الحرس، وبيقدر فعلا، وبيقول للخادم يركز في شغله لان الامير هرب منه. بيسيبه وبيطلع يجري وراه وهو خايف. في الوقت ده كان شيم عرف ان في حد بيبيع المشروب غيره، وعند راسو وجيم بيروحوا البيت اونا ومش بيلاقوها، فبيرجعوا للاحتفال مع الناس. اما الامير كان ماشي وبيخبط في هان اللي كانت هتقع وبيلحقها وبتقع في حبه. اما الامير بعد شويه بيقابل راسو وبيشوفهم يونج من بعيد وبيمشي وراهم لحد ما بيوصل للصيدليه القديمه. بيسالها بتعمل ايه هنا، وهي بتقول له مالكش دعوه، لكنه بيفتكر كلام هوانج ليه وانها ممكن تكون مع حبيبها، وبيسالها لو مهتمه بيه وهي بتنكر. فبيسالها ليه صنعت له فانوس. احرجته الوحشه وقالت له ان توفر ورق معاها فصنعته، لكن هو بيركز في عينيها لثواني وبيعرف انها نفس صاحب الحانه. بيقرر انه يدخل المكان بالعافيه يشوف فيه ايه، لكن الامير بيضربه على راسه وبيغمى عليه. عند الشم قدر انه يقبض على الراجل اللي كان في الغابه. نرجع ليونج اللي الامير كتفه وربطه عشان ما يبلغش عنهم، وبيسال الاتنين لو هيفضلوا حابسينه كده كتير لانه كده هيخرج وكمان سرهم هيتكشف، لكن الامير بيقول له يبقى نخلص منه. وروسو بترفض طبعا. هو بيقول لها يا شيخ انت صدقتي انا بهزر. بيطلب منها تشرب معاه وهو هيدفع لها كتير، بس يونج بيقول لها بلاش تعمل كده، وبتفضل حيرانه بين الاتنين، بس بتقرر تشرب عشان الفلوس. في الوقت ده كانت جيم وقعت في ايد ماك اللي واخدها تحت تهديد السلاح. وبنرجع للامير اللي قرر انه يجيب مشروب تاني من المخزن. وقتها روسو قالت ليونج ما يخافش لانها هتفكه، بس يوعدها انه مش هيبلغ عنها والا مستقبله هيضيع، لكنه بيعاتبها على اللي بتعمله، وهي بتفهمه انه وضعها صعب والدين اللي عليها هيعرضها للخطر، عشان كده لازم تبيع المشروب لان مفيش حل تاني. بعدها بتلاقي الباب بيخبط وبتتفاجئ بماك ورجالته ومعاهم جيم، وبيوصل الامير عندهم وبيبدا الكل يضرب في بعضه. روسو بتفك يونج عشان يضرب معاهم واللي بيحميها من ماك اللي كان هيخلص عليها. الاتنين بيدخلوا في قتال سوا، وماك كان متفوق لحد ما راسه بتاخد الاناء وبتضربه بيه على راسه. لما الامير بيشوفها بيعجب بيها وبقوتها، وده نفس اللي حصل مع يونج اللي فضل متنح لها. بيوصل حرس الامير وبياخدوه معاهم. اما راسو بتاخد يونج وبيخرجوا من المكان. وعند جيم فهي هربت من بدري لوحدها. روسو بتجري مع يونج، بتشوفهم هانا. بيوصل اخيرا عند النهر وبتبدا روسو تطهر جرحه وبتعاتبه لانه مسك السكينه بايده واذى نفسه، وهو قال لها انه كان بيدافع عن نفسه مش عنها. بس فجاه يونج بيفقد وعيه وبيقع هو وراسو اللي حاولت تلحقه في الميه. عند شيم بيوصل راجل من رجالته وهو بيخلص وبيعرفه باللي حصل معاهم ومع ماك. بعدها بيموت، واونا بتطلب من شيم يعرف تفاصيل الحكايه لان الرئيس مش هيسكت وهيحتاج يعرف ايه اللي حصل. بنشوف اونا بتضرب خادمتها لانها ما عرفتهاش ان جيم وراسو جولها، بتحذرها ان شيم يعرف بالموضوع والا هتقتلها. نروح ليونج وبنشوف راسو جنبه بيتعالجوا، بيكون سخن وبيخرف وبيحلم بيوم قتل حد معين. بيعرفهم شوان انه بيحلم بيوم موت والدته، وبيفضل يونج ماسك في ايد راسو طول الليل، وبتنام راسو من التعب على صدره. بيوم الصبح وبيتخض من المنظر وانه ممكن يكون الكل نام في اوضته. بيطلب منهم يخرجوا بره وبياخدهم شوان وبيخرجوا. اما هو بيحس بمشاعر غريبه ناحيه راسو. عند شيم كان بيدور على ماك في كل مكان ومحدش لاقيه. اما في بيت راسو كانت هي ويونج بيتبادلوا النظرات من بعيد، وبيفكر يونج يبلغ عنها ولا لا لانها اكيد هتتعدم، وبيدي رد فعل غريب من خوفه. وراسو بتتخض منه، بتساله راسو لو ناوي يبلغ عنها، بيقول لها لسه ما خدتش قراري. وبيطلب يقابل جيم، بس لما بيروحوا يدوروا عليها بيعرفوا انها اخدت اجازه. وهم راجعين بيقابلوا رجاله ماك بيدوروا عليه، فبتاخد يونج وبيستخبوا بسرعه علشان ما يتعرفوش عليها. والاتنين بيقربوا من بعض قوي والمشاعر بتبدا تتحرك كمان. بيعرفوا ان رجاله ماك بيدوروا عليه، فبيروحوا المكان الخناقه وبيلاقوا ان ماك اختفى. عند الامير بنعرف ان هو اللي كلف كام يتخلص من كل جثث امبارح، يعني ماك ممكن يكون مات واتدفن. عند الملك بيعرفوا رئيس المجلس ان ابنه بيخرج بالليل وبيشرب، وبيقترح عليه يغير الخادم لانه مش شايف شغله. بيتعصب الملك من اللي حصل وبيروح لابنه وبيضربه قدام والدته، بيهينه لانه مصمم يدمر سمعته اللي هو بيحاول يبنيها، وبيسمح للمجلس انه يتدخل في حكمه. بيقول له انه لازم يكون احسن من كده. عند انا بنشوف واحد وهو ابن رئيس المجلس عايز يتجوزها عافيه بس هي مش بتطيقه. وعند ليشي كان عايز يرد القلم من رئيس المجلس، علشان كده بيطلب من حد يراقب ابنه جي لانه اكيد هيعمل غلط قريب. بنشوف يونج رايح يدور على ماك عند اونا، لكنه بيتفاجئ بجي خارج من هناك وبيقبض عليه لانه بيخالف الحظر. في بيت راسو بنشوف حد بيراقب البيت، وشوان بيقدر يشوف وشه وبيعرف انها جيم اللي بيقع في حبها من اول نظره. بتروح جيم تقابل راسو اللي عرفتها على شوان، وبتاخدها جيم على الغابه توريها حاجه. الصدمه بقى ان جيم خطفت ماك وحبسته هنا لان كان هو الوحيد اللي عاش من القتال، وخافت لو فاق يبلغ
عنهم وجابته هنا لحد ما يعرفوا هيعملوا فيه ايه. بيفوق ماك وبيعرف ان هم اللي خطفوه وبيطلب منهم يسيبوه والا هيبلغ عنهم. طبعا بيرفضوا وبيفكروا سوا هيعملوا فيه ايه. عند شيم بيمسك الشخص اللي كان في الغابه وبيخلص عليه بنفس طريقه الاعور لانه فكر يبيع المشروب في قريته. عند ليشي بيروح له رئيس المجلس وبيترجاه يخرج ابنه من الحبس لانه هو الوحيد اللي باقي من عيلته. بس ليشي بيقول له وانا كمان وحيد وعادي بس مش بغلط وبنفذ القانون، وبيرفض يخرجه لحد ما رئيس المجلس قال له انه هيستقيل مقابل خروج ابنه وكمان هيصفر ابنه بره ويمشي من القريه خالص. بيفرح ليشي طبعا وبيقول له ينفذ وعده وهو هيخرج ابنه، ودي كانت خطه ليشي من الاول عشان يبعد المجلس عن الملك. اما كام لما بيعرف ان يونج قبض على جي بيفرح وبيروح يبلغ الامير لان الكل كان بيكره رئيس المجلس، حتى هانا الغلبانه فرحت لانها تخلص من جوازاته. بنشوف الامير وهو رايح لبيت راسو وبتوصل وبتزعق معاه لانه جاي لها بيتها لكنه جاي يشوفها مش عشان يشرب. اما رئيس المجلس بنشوفه بيتفق مع حد على ليشي لانه مش هيكتفي انه يبعده هو بس. نرجع لبيت راسو وبيوصل يونج عندهم، بيتفاجئ ان الامير في البيت وبياخده يتكلم معاه لوحده. بيقول له يونج لازم يبطل يضر بسمعه الملك وبيحذره انه يقابل يونج عشان الاشاعات وكمان يبطل يشرب. لكن جون بيزعق له وبيقول له انه محدش يقدر يطلع عليه اشاعات ولو عليه فهو يقدر يطرده خصوصا انه ملوش معارف. بيتعصب يونج وبيقول له انا هوريك اعمل ايه. بيرجع البيت ولما راسو بتشوفه وكانت هتتكلم معاه بيبعدها عنه كانه قرفان منها وبيقول لها تبطل تكلمه. بيدخل يكتب عريضه اعترافات بكل اللي حصل وبيبعتها للملك تاني يوم، ولما بيقراها بيستدعيه فورا وهو غضبان، ولان يونج كان دراع ليشي اليمين كان الكل عايز يطرده بس ليشي قال له انا عندي عقاب اكبر ليه وهو انك تخليه معلم الامير. وبيوافق الملك. يونج بيعمل مصدوم وان مش اتفاق بينه وبين ليشي اصلا وبيتحايل عليه عشان ما يعينوش معلم للامير. بيروح يونج يستلم شغله في القصر وبيشوف الامير وهو بيتعاقب والامير عرف ان اللي ورا ده هو يونج. بيرجع جون البيت ويشوف راسو وهي خارجه بالليل، فضوله بياخده وبيمشي وراها وبتوصل راسو عند جيم وماك وبياكلوه. بس قبل ما ياكل راسو بتعرفه انها سممت الاكل. بيتفوا بسرعه وجيم بتلومه لانها عرفته لانهم عايزين يخلصوا منه. يوعدهم ماك انهم لو سابوه مش هيقول عليهم حاجه، بس جيم بتقول لها ما صدقوش لحد ما بيدخل يونج وبيتفاجئ من اللي هم عملوه وبيصمم انه يفك ماك رغم ان راسو عرفته انه خطر عليهم. بس ماك بيقدر انه يفك نفسه وبيهرب منهم والكل بيطلع يجري وراه وجيم بتوقفهم لانه اكل الاكل المسموم. بس راسو بتفاجئهم انها اصلا ما حطتش السم وادعت ده، بس يونج قال لها الحمد لله لسه عندك شويه ضمير. المهم بيجروا وراه في الغابه ولقيت راسو متعلق على جرف الجبل وممكن يقع في اي لحظه وكان عندها الفرصه تخلص منه لكنها اختارت انها تنقذه وبتمد ايديها تلحقه بس الجذع بيتكسر وكان الاتنين هيقعوا. بس يونج بيوصل بيمسك ايد راسو وبيحاولوا يطلعوه لكن للأسف الاتنين مش بيكونوا كفاية انهم يطلعوه وبيقع ماك من فوق الجبل وبينزل على الارض وبينزف من راسه. يونج وراسو بيجروا على تحت وبيدوروا عليه فبيشوفوا اثر الدم اللي جاي من ناحية الجبل، بس لما بيوصلوا هناك مش بيلاقوا ماك، ده معناه انه لسه عايش وبتقول له ابسط يا عم كلنا كده في عداد الاموات. بنشوف ان ماك لسه عايش وبيمشي من خلال الزرع وبصراحة كان يشبه الزومبي. اما يونج بيفضل يعاتب راسو لانها بتجره للمصايب بس بتقول له والله ما حدش قالك تيجي ورايا، لو ما كنتش فضولي ما كانش ده حصل لك. بيقول لها ما حصلش اني ماشي وراكي، بس بيرجع بالذاكره شويه وبيفتكر ان في كل مصيبه هو اللي كان بيروح وراها ومهتم بيها. يعني يوم المخزن اللي لقوه كان بسبب انه كان بيدور عليها، ويوم ما ظبطها بتشرب مع جون كان هو برضو اللي مشي وراها. روسو بتقول ليونج انهم لازم يسيبوا البيت لان ماك اكيد هيهاجمهم وبتتفق معاه يقنعوا اخوها بده، ولما بيرجعوا بيخدعوه ان النمل الابيض بيهاجم البيت ولازم يسيبوه، وطبعا بتجبر يونج انه يكذب معاها والاتنين بيعيشوا الدور عليه وهو بيصدق. نروح لبيت انا وبنشوف بها بتاكل ست ربتها وبنعرف ان هي دي اللي باباها باعها ليها وهي ربتها لحد ما كبرت مش عشان تطلع شيخه، اكيد انتوا فهمتوا بقى. بعد ما بتخلص مع الست بتلاقي حد دخل عليها بماك وكان شايله وبيدخله جوه البيت وبيعرفها انه لقاه على الطريق بس حالته وحشه جدا وكان بينزف من كل مكان. عند روسو بتروح تقعد مع يونج وبتساله قاعد لوحده ليه، بيقول لها انه بيحب يقعد لوحده، بس هي بتعرفه انها بتكره الايام العاصفه لان في نفس اليوم باباها مات ومن وقتها وحالتهم اتدهورت. بتساله روسو ليه ما بلغش عنها لحد دلوقتي وبياخد باله اخيرا ان عنده مشاعر تجاهها. بيفتكر كلام الامير ليه وانه ممكن يكون حب روسو عشان كده ما بلغش عنها وبيحميها كمان، لكن يونج بينكر كل ده وراسو مش بتكون عارفه بالحيره اللي عنده. بيكذب انه لو بلغ عنها متاخر هيتحاسب معاها لانه ساكن عندها، بس هي بتوعده لو اتمسكت مش هتقول حاجه عنه. تاني يوم بيروح يونج يقابل الامير رسمي لبدايه الدروس، بس جون بيضايقه وبيقول له انه مش هيقبل بيه معلم، وبيحاول الخادم بتاعه يخليه يتألم شويه عشان ما يحصلوش هو كمان مشاكل، بس الامير بيتحدى يونج وبيقول له بارزني ولو قدرت بس تلمس طرف لبسي هحترمك واكون ليك تلميذ مطيع. بيتحدوا بعض فعلا لكن الامير
الامير بيكون امهر وبيضرب يونج جامد، رغم ده يونج رفض يستسلم ومن الضرب بيقع في الارض من التعب، لكنه كان اذكى من الامير ولمس طرف عبايته. قال له انا فزت ولازم توفي بوعدك، وبعدها بيغمى عليه. بيتفاجئ الامير من اللي حصل، وبنشوف ابو الملكه وهو بيقول لها لازم تخلفي ولد. بتقول له والله يا حاج الحاجات دي بتاعت ربنا وربنا يسهل. ناس غريبه. في بيت الخمور القديم بنشوف راسو بتدور على ماك هناك، بس ما كانتش لوحدها لان رجاله شيم لسه بيدوروا عليه برضه. اما هانا بتروح لشخص في المدينه بيلاقي اي حاجه حد عايزها وبتدي له صوره الامير، تساله لو شافه قبل كده بيقول لها لا، بس لو دفعت مبلغ كويس هيخرج اللي هيجيب لها تاريخه. في القصر كان الشعب بيطالب الملك باقاله ليشي، وبيتعصب الملك لان دي لعبه من رئيس المجلس وخايف بعد ما يقيله يضغطوا عليه عشان ابنه ما يتولاش الحكم. لكن ليشي بيطمنه وبيقول له انه مش هيسيب حد يهدده ابدا. بنشوف بعدها مجموعه من جنود الجيش بيبيعوا الخمور، بس ليشي كان عارف ومستني يضرب في الوقت المناسب، وبيخرج حمله على السوق بتفتش كل البياعين، بيمسكوا اكتر من جندي بيبيعوا المشروب. طبعا اتمسك قائد الجيش لانه سمح بده، ورئيس المجلس طبعا اتضايق لان القائد متحالف معاه ضد الملك. ولما راح لليشي عشان يقول له يبعد عن طريقه وان دي لعبته، ليشي قال له انا ما قلتش ليهم يبيعوا المشروب، واكيد باعوه علشان مرتب الجيش مش كفايه، يبقى خلينا نخفوا شويه احسن منهم. وبيساله سؤال خبيث، قال له هي فلوس الجنود بتروح فين؟ ولان رئيس المجلس اللي مسؤول عن قبض الجنود كان لازم ليشي يعرفه انه عارف انه بيسرق الفلوس. عندي يونج بيفوق بيلاقي راسه جنبه بتعالجه، فبيقرب ايده من خدها وبيلمسها، لكنه بيتفاجئ انه الامير اللي بيقول له بلاش كده وفوق احسن. المهم بعد ما بيفوق الامير بيحترمه وبيقول له انه قبل بيه معلم. عند جيم في العياده بتشوف اونا وهي جايه عندهم عشان عايزه طبيب يجبس مريض عندها، ولانه مش هيقدر يتحرك لان تقريبا كل اطرافه متكسره. بيروح معاها الطبيب وبياخد معاه جيم اللي اول ما بتشوف ماك بتتخض، وطبعا اونا عارفه انها صاحبه راسو وهتبلغها انها لقت ماك وهنعرف ليه هي عايزاه. وعرفت منين ان ليها دخل باللي حصل لماك؟ فعلا راسو لما بتعرف بتاخد خنجرها ولبس جيم وبتروح لبيت انو، بتتخفى انها طبيبه وبتدخل اوضه ماك. عند شيم بيعرف اخيرا بمكان ماك وانه في بيت اونا. نرجع لروسو اللي كانت واقفه متردده انها تقتله. عند جيم كانت مستنيه روسو في البيت، وبيوصل الامير ويونج للبيت وبيعرفوا اللي راحت تعمله. الاتنين بيقولوا لبعض انها مش هتخرج حيه من هناك ولازم انهم يدهموا المكان باي طريقه لانقاذها. اما عند روسو فعلا بتكون اونا مستخبيه في الاوضه لانها كانت واثقه انها هتيجي تخلص على ماك. بتقول لها انه واخد مخدر قوي ودي فرصتها تخلص منه، بس بيوصل شيم ورجالته للاوضه واونا بتاخدها بسرعه وبيستخبوا بعيد. بتقول لها انها عندها الطريقه اللي تخلصها بيها من ماك، وهي انهم يشتغلوا سوا وتبيع لها الخمور، ولازم توافق والا هتبلغ شيم بانها صاحب الحانه المتنقله. في الوقت ده كان الامير اتخفى انه مفتش وجاب يونج فريقه وداهم بيت اونا على اساس انه تفتيش روتيني. بيدور يونج على راسه والامير على ماك، لكن يونج بيلاقي ماك بس، وبيتفاجئ انه مش فاكر يونج ولا حتى فاكر جيم وراسه، وفاكر ان اللي عمل فيه كده اكيد مات. بيفرح يونج لانه خلص من مشكله ماك، وبيروح يكمل بحثه عن راسه. وقالت له اونا انها شافتها ماشيه على الناحيه الشماليه، وبيخرج يونج وراها بسرعه وبيشوف شيم ماشي وراها، وقبل ما يمسكها بيوقفوا يونج بيساله انت مين، والشيم بيقول له تاجر غلبان ما تشغلش بالك بيه. بيخلصوا مهمتهم والاتنين بياخدوا راسه عشان يرجعوا، لكن بيعاتبوها على تهورها وانها مش بتفكر صح. في بيت رئيس الحرب ابو هانا كان بيزوروا مستشار الدوله اللي بيقترح يجوز بنته ليونج لانه شاب شاطر جدا. اما يونج كان في بيت راسه وهو والباقيين بيتعشوا. كانت الاجواء جميله والكل سعيد، بس بيفكر لحد ما الدنيا بتمطر وبتقطع عليهم القعده الحلوه دي. بيقفوا يستخبوا في المطر، لكن كل واحد بيفكر لو راسه بتحبه ولا لا. ما راسه كانت بتفكر في اتفاقها مع اونا اللي عايزه تخلص هي كمان من عبوديتها لشيم، وبنعرف انها لقت سند الدين بتاع اخو راسه ووعدتها لو اشتغلوا سوا هتحرقه، بكده تخلص من مشكله الدين ويبقوا اغنياء. تاني يوم راسو بتروح مع اونا بالليل للحانه اللي هيشتغلوا فيها، بتفرجها اونا عليها وبتتخيل روسو معاها المكان مليان زباين. بتقول له اونا بكره انت تصنعي وانا ابيع ونكون احرار من العبوديه وتتغير حياتنا للاحسن. بتسالها روسو لو ده ممكن، بتقول له طبعا، وانهم لازم يشتغلوا كل يوم لحد ما يوصلوا لحلمهم. بتوافق راسو وبتتحمس للشغل اللي هيغير حياتها، والله اعلم لفين، بس لو كملتوا معانا اكيد هتعرفوا هيحصل ايه. في القصر كان يونج مع الامير بيعلمه اول دروسه، لكن الامير بيطلب منه يبارزه مره تانية ولو خلاه يركع قدامه هيتعلم منه. بيقول له يونج استعد لاني هخليك توفي بوعدك، وفعلا بيبدا المبارزه وبيقدر يونج انه يتعلم بعض الحركات وبيخلي الامير يركع تحت رجله وبيفوز يونج بالرهان. اثناء الدرس يونج بيسال جون ليه بيشرب كتير، بيقول له انه بيشرب لان الذكريات بتطرده وهو عايز ينسى. نروح لبيت راسو اللي بيطمن اخوها ان ماك مش فاكر الدين اللي عليهم وانهم خلصوا منه اخيرا ومش هيهددهم تاني. بيوصل عنده ابو يونج واللي بيتضايق من سوء المكان اللي ابنه قاعد فيه، ولما بتقدم له راسو الضيافه بيرفض ياخدها، وبيظهر انه ربى يونج زيه
وبيستحقر الستات العامله. بيوصل يونج وباباه بيقول له يجهز لانهم رايحين لمكان مهم، وبيعرفوا انه جاهز جوازه كويس ليه مع بنت وزير الحرب. بتصدم راسو لما بتسمع الخبر وبتزعل، اما يونج ما كانش اقل منها لانه وقع في حبها خلاص، لكنه مش عايز يعترف لنفسه انه حبها. في القصر بيعرف الامير بالخبر وبيفرح لانه خطوبته من هانا هتبعده عن راسو. وبنشوف يونج في بيت هانا بيتناقشوا في مشروع الجواز، وهنا بتبعت خادمتها تشوفه لو وسيم ولا لا. اما عند راسو فالامير خرج من القصر وراح لها، وبنشوفهم بيتمشوا في السوق سوا ومنسجمين على الاخر. في الوقت ده كان يونج بيحاول يوقف باباه لانه مش عايز يتجوز دلوقتي، بس باباه بيعرفه ان دي فرصه كويسه لعيلتهم عشان يكون ليها شأن، وبيقرر يونج يضحي عشان العيله. اما هانا فبترجع لها الخادمه بالاخبار بان عريسه وسيم، بس هي مش بتصبر وبتخرج تشوفه، وبتتفاجئ انه نفس الشاب اللي كان مع راسو، لانها فاكره ان الاتنين بيحبوا بعض وبينهم علاقه. بتزعل لان قلبه هيكون مع حد غيرها لو اتجوزوا. بنشوف ماك في العياده وبيستجوب البنات اللي هناك لو كانت بنت منهم ما حضرتش الاحتفال اللي فات، وبتتفاجئ جيم انه مش فاكرها، وبتفرح وبتنكر انهم اتقابلوا يوم الاحتفال. وبينقذها من الموقف ده شوان اللي بيوصل وبيقول انها كانت معاه. هي طبعا بتكمل الكذبه وبتقول له حصل، وبتاخد شوان لبره وبتضربه لانه جه هنا، وبتقول له يمشي. في السوق كان يونج ماشي وبيتفاجئ ان هانا وراه، بتساله لو في بينه وبين روسو علاقه، بس هو بيسالها انت مين؟ بتقول له انا العروسه، من حق اعرف لو قلب جوزي المستقبلي مع حد تاني. الاتنين بعدها بيتفاجئوا بالامير وراسو وهم سوا، وكل واحد فيهم بيفضل متنح للتاني لان هانا معجبه بالامير وهو ما يعرفش، وقلب يونج ملكته راسو وهي ما تعرفش برضه. الحكايه قلبت عك في عك، ولما نشوف هتخلص على ايه. بعدها بيقابلوا ماك في السوق وبيخبط في راسه بالغلط. يونج بيحضنها عشان يحميها منه، لكن هي بتبعده وبتقول له انه اكيد خبط فيها بسبب اصابته، ولان ماك مش فاكر حاجه بيتاسف لراسه وبيمشوا عادي. في مكان تاني بنشوف واحد اسمه ماك ووالدته بيدوروا على شخص، ونعرف هو مين كمان شويه. المهم بيسمعوا عن شاب لقوه مرمي من فوق الجبل، وبيشكوا ان هو نفسه اللي بيدوروا عليه. في بيت رئيس المجلس بيوصل ليشي اللي بتهاجمه الذكريات لما رئيس المجلس يأمره يخون الامير اللي بيخدمه ويوقعه في الملك اللي بيقتله فورا، لكن ليشي بيوعد رئيس المجلس انه مش هيخون تاني ملكه مهما حصل، وجاي النهارده يحذره من اللي بيعمله لانه عايز يجوز بنت رئيس الحرب المعلم الامير، وان اللي بيعمله ده كله ملوش لازمه ولازم يبعد عن القصر. عند روسو بترجع البيت بتلاقي اخوها وجيم متثبتين، بتلاقي الاثنين اللي كانوا بيدوروا على الشخص في بيتهم وبيهددوهم بالسلاح. عند يونج ما كانش قادر ينام بسبب التفكير في راسه وكمان تغير المكان، وبيقرر يقوم يروح لها. عند روسو كان الشخصين بيسالوها عن هايسو، وده يبقى اخو ماك وابن الست طبعا، وبتتهمها الست انها قتلت ابنها، لكن روسو بتعترف ان اللي مات مش ابنها وانه ماك سو. بيتفاجئ اخوها من اللي بيسمعه، بس هي بتعرفه انه لسه عايش. المهم بيفضلوا مصرين ان روسو اللي قتلته ولازم يقتلوا عيلتها، لكن روسو بتعمل معاهم صفقه، وهي انهم تصنع لهم المشروب بعد ما عرفت ان ابنهم كان جاي يبيعه هنا اصلا. بتوافق الست وبيوصل يونج للبيت، بترفض روسو تدخله او حتى تقول له على اللي بيحصل لانها مش عايزه تورطه اكتر من كده معاه، وبتفضل انها تحل مشاكلها بنفسها. تاني يوم بتسافر روسو مع ماك ووالدته لقريتهم من خلال المينا. في نفس الوقت كان يونج هناك بيحقق في قضيه قتل، وبيظهر انها جثه الشخص اللي بيدور عليه ماك. وبفكركم ان الشم اللي قتله بنفس طريقه الاعور. بتعدي روسو مع ماك ووالدته النهر، واللي ما كانوش يعرفوا باللي بيحصل وان اخو ماك التوأم مات. بتوصل راسو معاهم لحل بيصنع الحديد، وهناك بتقدم لها الام خميره لتخمير المشروب، بتعرفها انها كويسه جدا ومش هتلاقي في جودتها في اي مكان، وبيقرروا يشتغلوا سوا. بس ما كانوش يعرفوا ان الشيم في طريقه ليهم عشان يقضي عليهم، لان ببساطه اللي بيحاول يتاجر في المشروب غيره بيخلص عليه. عشان ما حدش يرجع من عيله هايسو لقريته قرر يخلص عليهم، بس في نفس الوقت كان يونج في طريقهم ليهم لانه تعرف على هايسو وانه من القريه اللي جنبهم. لكن شيم بيوصل الاول برجالته وبيبدا يقتل في كل الموجودين، وفي طفل بيجري يبلغ الام باللي بيحصل، وهي بتقول له يهرب مع الاطفال. اما هي بتجهز سلاحها هي وابنها لمحاربه شيم. بتفضل روسو عند مكانها ومعاها مسدس مش عارفه تعمل ايه. اما يونج بيوصل مع هوانج للمكان، بيلاقي الكل بيقتل في بعضه، وبيشوف الام هتضرب شيم بالسلاح لكنه بيرمي عليها سهم بيوقفها بسبب اللي عمله شيم. بيهجم على الام وبيضربها، لكن ابنها بيلحقها وبياخدها وبيمشوا. اما يونج بيشتبك مع شيم اللي مخبي وشه، وبيشوف وشم على ايده وهو نفسه اللي كان على ايد المجرم اللي قتل والدته. مش بيكون مصدق ان هو ده نفس الشخص. كان شيم خلاص هيقتل يونج، بس روسو بتشوفه بيضربه رصاصه على السقف بيقع فوق شيم، وبيقدر يونج انه يفلت من تحت ايده، لكن يونج بيتعرف عليها وبيكون مستغرب هي بتعمل ايه هنا. اما شيم ورجالته فبيهربوا بسرعه قبل ما يونج يمسكهم. بالنسبه لروسو بتمشي مع ماك ووالدته. يا ترى روسو هتوصل لحد فين بجنونها؟ يا ترى هتعمل مصيبه ايه تاني؟ تابعوا معانا الجزء الجاي، وما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الجزء ده. سلام.